بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي اخواتي في كل مكان، وحشتنا جدا جدا. بقالنا فترة كبيرة ما نزلناش فيديوهات للطيور. فيديو النهاردة حل سريع كده بعد العاصفة، طبعا كانت هتدمر لنا الدنيا. انا لو كنت غبت شوية عن البط الصغير ده يا بنات هوريكم المكان كده هتصدموا. طبعا كنست المكان للبط الكبير، هو بيتحمل شوية، لكن البط الصغير عمر شهرين زي ما انتم شايفين كده. دخلت قاعد على الأرضية بيتحرك بصعوبة. المكان مطين كده عشان مكشوف من فوق، وطبعا الجو طول النهار كان بيشتي او طول الليل، عشان انا نازله لهم كده. كانت تقريبا الساعه 10 الصبح يا بنات، فالمنظر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يعني حاجه لا تسر العدو ولا حبيب. لو هسيبهم كده لاخر اليوم هنزل، يعني تاني يوم هلاقيهم خلاص اتوكلوا على الله كلهم. فاول حاجه هنبدا بيها كده الصلاه على الرسول، صلوا على الرسول كتير كده في التعليقات. وطبعا المنظر ده ما ينفعش خالص، لازم نكنس، واهم حاجة ان المكان يكون نظيف، والرطوبة بتاعة الارضية بتعمل كساح يا بنات للبط او للفراخ او لاي حاجة. فانا مسكت المكان كنسته كويس جدا، وشلت اي طينة بقى او حاجة موجودة في الارضية، وهحاول اقفل على البط، بحيث ان احنا لسه معانا كمان يوم في العاصفة او يومين الله اعلم، ربنا يعدها على خير. فالدنيا ما تطينش، وهنفرش الارضية نشاره. وتعالى اقولك بقى على سر من اسرار اجدادنا ايام زمان عشان البط ما يجلوش كساح. انا من صغري بشوف جدتي وهي بتعمل مع البط كده يا بنات، ومامتي برضو دلوقتي بتعمل مع البط كده. يعني اول ما تلاقي بطة قعدت على الارض كده وما بتقدرش تتحرك، بتجيب المقص وتمسك رجل البطة كده تعمل فيها فتحة صغيرة، يعني كام ملي كده، مش سنتي كامل، كام ملي كده يا بنات، وبحذر كده، بحيث ان في الجلدة اللي بين الصوابع، الجلد اللي بين الصوابع يا بنات، اوعي تدخلي على الصابع يا فوزية. شايفين فتحة اقل من سنتي؟ ممكن تشرطي رجل البطة، وبحيث ان هي تجيب دم كده لو البطة كبيرة ولقيتها قعدت. والله يعني عن تجربة، يعني انا كان في ذكر كبير عندي كده وفجأة لقيته قعد وما بيتحركش، فعملت له 4 فتحات في الاربع بين كل صبعين. لكن البط انا بعمل له الحركة دي دلوقتي كوقاية، فهكتفي بفتحة صغيرة كده اقل من سنتي زي ما قلت لكم، بحيث ان تنشط الشرايين بتاع رجل البطة، وبينزل منها نقطة دم صغيرة خالص يا بنات. لو مش هتعرفي ان انت تقطعي او تستعملي المقص وتمسكي البط، يفضل ان حد يبقى بيساعدك، يعني هيمسك لك البطة او هيمسك صابع قصادك. فيعني لو انت اول مرة تعمليها يعني ايه تكوني حذرة. وانا طبعا دلوقتي بقول لكم احنا انا بعملها كوقايه يا بنات مش كعلاج. ولكن طب يا سوزان هي تنفع كعلاج؟ ايوه طبعا كعلاج، ومع الادويه بتكون فعاله جدا جدا يا بنات. ولو الذكر عنده كساح او بارك خالص، بعد مرور 3 4 ايام بتلاقيه وقف على رجليه تاني، ولكن مع الادويه. طبعا مش هينفع اقولك ان دي بديل الادويه، خصوصا لو الحاله خطيره يا بنات، وطبعا الكلام ده عن تجربة. تاني حاجة برضو هتعمليها لو حسيت ان البط قاعد كده ومعرض ان يجيله كساح، ان احنا نرفع العلف. ما ينفعش البط، طبعا انا دخلت كان قاعد. البط ما ينفعش بقى ياكل وهو قاعد على الارض كده، بيكون معرض للكساح اكتر. فانا كنت بحط الاكل في الاطباق الفخار. حاولت بقى ان انا اعليها شويه يا بنات، واستعملت الطبق البلاستيك ده، وهتشوفوا الفرق بعد النظافه وبعد تعلية العلف كده البط شكله بيتغير. طبعا مع الجو البرد والفيروسات اللي مالية الجو يا بنات، لازم برضو نحافظ على شوية حاجات أساسيين. خلطة الثوم والبصل والشطة في البرد ده تبقى معاكي مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. تفرمي البصل مع الثوم مع الليمون مع الخل يا بنات، مع قرن كده من الشطة الحامية. هنضربهم مع بعض في الخلاط، وهنعملهم سقوة للبط الصغير والكبير. الشطة هتنشط البط وهتدفيه. طبعا عارفين فوائد البصل والثوم كلها مضادات حيوية. الليمون فيتامين سي، كل الحاجات دي مفيدة جدا. الخل هيطهر المعدة. الجو اليومين دول كله فيروسات، فلازم تحافظي على الطيور بتاعتك، وعينك دايما تكون عليهم. ما تقعديش تحت البطانية كده وتقولي الجو برد، لا دي برضو روح ومسؤولة مننا، فهي لازم نهتم بيها. كمان هتخسري، يعني هتخسري لو ما اهتمتيش اليومين دول، خصوصا ان الفيروسات مالية يعني بصوا مالية الجو. في شوطة دلوقتي في الفراخ، فحافظي على الفراخ بتاعتك. الخل دايما يكون يوم ويوم في المية. حافظي على السقوة بتاعت الليمون والثوم والبصل والخل زي ما قلت لكم. هنضيف معاهم القرن الشطة ده عشان العاصفة والجو برد اليومين دول، وتسقي بيهم كل الطيور اللي عندك، مش البط بس او الفراخ بس.
ايام زمان ولا كان في صيدلية بيطرية ولا كان في ادوية، وكان كل العلاجات كانت بتبقى بالاعشاب. من اول ما بدأت القناة بقول لكم احنا بنطلع الحاجة اللي بنربيها في البيت على الاعشاب، يعني عشان يبقى في فرق بينها وبين الحاجات اللي احنا بنشتريها جاهزة من بره او متربية، فما بنبقاش عارفين هي واخدة فيتامينات ايه او ايه اللي يكبرها او ايه اللي ينفخها، فاحنا مش ناقصين امراض يعني غير اللي جايلنا لوحدها. ربنا يسترها علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية كلها يا رب، ويحسن ما بين ايدينا جميعا اللهم امين. نهتم بالنظافة يا بنات، النشارة او التبن او القش دايما يكونوا مفروشين تحت رجلين الطيور. اكنسي باستمرار يوم ويوم، يومين في الاسبوع على حسب الجو، يعني طبعا النهارده ما كانش ينفع اعدي من غير ما اكنس ونفرش نشارة، وبكره ممكن يبقى نفس الوضع، ما احناش عارفين الجو هيفضل هيشتي طول اليوم كده باستمرار ولا هيوقف. طبعا احنا صحينا من النوم لقينا الدنيا كلها غرقانة، فربنا يستر كده وباقي اليوم يعدي بسلام، ولسه كمان معانا يوم في العاصفة. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، البط تحس ان هو فاق كده وبدأ يقف على رجليه. لو حد فيكم جرب ان هو يشق رجل البط كده بالموس او بسكينة او بمقص يقولي في التعليقات، علشان دي ماهيش حاجة جديدة ولا حاجة، ولكن معظم الدكاترة ما بيعترفوش بيها عشان نلتجأ للأدوية، ولكن دي بتنشط الشرايين بتاع البط، خصوصا ان الرطوبة اول حاجة بتعمل كساح للبط يا بنات، بتنشط الشرايين، الرجل بتاع البطة بتدفى، فبتلاقيها وقفت على رجليها كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. وزي ما قلت لكم انا مستعملاها قبل كده في حالات كان ميؤوس منها، والله العظيم ما استعملت اي ادوية. انا شرحت رجل الذكر، كان ذكر بط كبير، وبدأت انزل بقى بالليمون والثوم والخل والحاجات دي، وعزلته يا بنات عشان يعرف ياكل. طول ما البطة بتاكل ما تخافيش منها، لو منعت الاكل كده تخافي وتضطري بقى ان انت تاخديه وتروحي لدكتور صيدلي، تروحي للصيدلية بيطرية. لكن طول ما بياكل كده ودماغه فايقة ان هو بيزحف ويروح للاكل، فتقدري تعالجيه بالطريقة دي. الدكر اللي بقولكوا عليه ده يا بنات بعد 3 ايام بالظبط بدأ يقف على رجليه، اسبوع بالظبط كان ما شاء الله تم شفاه وبقى، يعني طبعا هو بقى ضعيف شوية عن باقي اخواته، ولكن ما شاء الله وقف على رجليه تاني ووصل للوزن المناسب. فانا قلت الحق بقى دول هما لسه صغيرين كده، مجرد ما لقيت الدنيا متبهدله ومكسلين خلاص يا بنات وقاعدين على الارضيه، فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بدأ يبقى في نشاط وبيسحبوا في العلف. البط ده يا بنات النهارده عمر شهر و25 يوم تقريبا. انا مطلعه البط ده من تحت البطه معاكم، وكانت دوره بط قلنا هصورها معاكم دايما. لسه بالظبط 3 4 ايام كمان وهبدأ اضيف اضافات على العلف. قلت لكم اول شهرين انا باكل البط علف صافي بدون اي اضافات، وبعد كده ببدأ اضيف عيش، وبعد العيش ببدأ اضيف الذرة. لكن اول 60 يوم ما بضيفش اي اضافات للعلف، لو هضيف اللي هو بقى السمسم الكركم حبة البركة، الحاجات برضو صورتها معاكم يا بنات، ودي يعتبر التحصينات اللي انا محصنة بها البط بتاعي. ان شاء الله اول ما ابدأ اضيف اضافات هنزل معاكم فيديو بامر الله. الفراخ اللي مع البط دي يا بنات ال5 فرخات التطليع برضو مصورهم معاكم كده اول ما طلعوا. إيه، انا دبحت كل الفراخ اللي كانت عندي ودبحت الرومية ودبحت كل حاجة يا بنات. الفراخ كانت بتطلع على السطوح، ففي اساسا فيروس ماشي في الجو او الشوطة بتاعت الفراخ، فخفت ان هم يجيبوا الفيروس للطيور وكل حاجة تموت. حسيت ان كان في فرخة دايخة كده او حسيت ان هي كشة، فقلت لا يلا استعوض ربنا في البيض مش مشكلة بدل ما الطيور كلها تموت. وذبحت كل الطيور اللي بتطلع من المكان يا بنات. لكن لو انت مقفلة مع اضافة بقى الخل مع التنظيف مع ان انت ترش جير في المكان، فما تقلقيش. لكن الطيور اللي بتخرج بره او بتطلع على السطوح او كده وارد جدا او معرضة ان هي تنقلك الفيروس وتدمر لك كل الطيور اللي عندك. فربنا يسترها وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ما تنسوش اختكم سوزان بدعوة حلوة في التعليقات، ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش كمان تقولولي جربتوا قبل كده شق رجلين البط او تعرفوا الحيلة دي او الطريقة دي، ولا اول مرة تسمعوا عنها. زي ما قلت لكم اساسا انا كنت بشوف جدتي الله يرحمها وحماتي الله يرحمها وماما ربنا يديها الصحة لحد دلوقتي تعمل نفس الطريقة مع البط عشان ما يجيلوش كساح، او لو جاله كساح كمان يعني هي كعلاج وكوقاية. طمنا على البط وبقى زي الفل، فرق 100 درجة. هنقفل عليه المكان كويس عشان المطر ما ينزلش يبهدل الدنيا تاني.
كمان نضفت المكان للبط الكبير ورشيت الأرضية نشارة، ولكن هو هيتحمل شوية عن البط اللي عمره صغير ده. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.